عملت انبادي في العياده، لقت نفسها زايده كيلو دهون، كيلو دهون في اسبوع العيد بس. كانت هتتجن. بكلمكم عن حالتي. قالت لي ازاي؟ انا متاكده ان انا ماشيه على النظام مظبوط جدا، كل وجباتي مظبوطه، ازاي ازيد كيلو دهون في اسبوع واحد بس؟ قعدت راجع معاها الوجبات، هي فعلا اكلها صحي جدا، كل وجباتها صحيه. قعدت راجع اكتر، لقيتها بتنقنق يوميا حوالي 10 قطع كحك على بسكوت على بيتي فور، متقطعين على مدار اليوم. لو افترضنا ان القطعه الواحده فيها تقريبا 100 سعر حراري، يعني هي بتاخد في اليوم حوالي 1000 سعر حراري زياده عن احتياجات جسمها. يعني في الاسبوع ال7 ايام بتاخد 7000 سعر حراري. قالت لي طب ايه الحل؟ قلت لها الموضوع بسيط جدا، صفحه جديده وهنقلب الصفحه القديمه وهنعمل عادي كاننا بنبتدي من اول وجديد. نوعيه اكلك، ميتك، حركتك، رياضتك هم الاساس في اي نظام غذائي. اكتب لي في الكومنتس لو عايز تعرف ازاي تعرف زياده الوزن اللي على الميزان دي دهون ولا احتباس ميه. واكتب لي كمان في الكومنتس زدت كام كيلو في رمضان والعيد لحد دلوقتي.